ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا جاي احكي لكم النهارده قصه. هي مش خيال، بس هي حقيقه. واحده بنت بعتة تقول انا حبيت زميلي وزميلي حبني، وعشنا قصه حب حلوه، وعشت قصه حب جميله جدا. قصه الحب دي انتهت ان هما اتجوزوا. بعد ما اتجوزوا ربنا اكرمهم وانجبهم بنت زي العسل، وكانت حياتهم حلوة ومستقرة. وبعدين جات زميلة جوزها، حصلت مشكلة بينها وبين جوزها، وجوزها طردها برا البيت، فلجأت لجوزي. فجوزي حكالي، فأنا صعبت عليا وقلت استضيفها ببيتي يوم ولا 2 ولا 3 على ما نشوف موضوعها مع جوزها. الموضوع طول والموضوع كبير، وفي الآخر انفصلت عن جوزها. وانا اعتبرتها اختي، خاصة ان انا ماليش اخوات بنات. كنت فرحانة بوجودها في البيت، هي في اوضتها نايمة وانا في اوضتي مع جوزي، وبنوتي الصغننة في حضني، واعتبرتها اخت ليا في البيت. جت فترة كده بقيت الاحظ ان انا بعد العشاء اتعشى واشرب الشاي معاهم، والاقي نفسي نمت. بس نمت ازاي مش عارفة. خدت على الوضع ده كتير كتير، الاقي نفسي نايمة واقوم من النوم الصبح واقول انا كنت بشرب الشاي دي اخر حاجة. يقولوا لي لا، ده انتي قلتي دماغك مصدعة ودخلتي نمتي. لغاية ما في يوم قررت ان انا مشربش الشاي، ولقيت ان الشاي اللي كنت بشربه هو كان السر. كوباية الشاي بتاعتي اخدت منها شفطة كده، ورحت جاية عاملة نفسي ان انا نمت. نقلوني لغرفة النوم، وبعد شوية لقيت ان هما في صوت همس ولمس. قمت اشوف في ايه، لقيت جوزي مع زميلته في اوضه النوم. واكتشفت ان جوزي اتجوز زميلته في الشغل اللي اتطلقت، ومقعدة في الأوضة اللي جنبي. كانوا بيدوني حبوب عشان أنام، عشان جوزي يقدر يعيش معاها. بعد تسألني بالله عليكي أعمل إيه؟ أنا أقولك تعملي إيه؟ انت جاية بتحكي لي بعد فوات الأوان، بعد ما دخلتي صاحبتك البيت عندك، او صاحبة جوزك او زميلة جوزك البيت عندك. والله يا اختي ما كان ينفع من الاول انت تدخليها، بس خلاص انت دخلتيها. هو من حقه مثنى وثلاثة ورباع، وما ملكت ايمانكم. هو حر، يتجوز 2 يتجوز 3 يتجوز 4، بس يكون برضاكي. بس يكون برضاكي وبخاطرك، وتكوني انت موافقة. تاني حاجة، هو المفروض ياخدها ويجيب لها بيت وسكن تاني. تالت حاجة، هي إنسانة مش لطيفة ومش ظريفة. أنا مش حابة يعني أقول غلط، ولكن هي كده إنسانة مش محترمة إنها تاخد زميلها في الشغل من مراته وبيته. يعني دي بجاحة. فهو الحل إن انتي تقعدي مع جوزك وتقولي له ياخد الأولاد ويطلع، ياخد الحرمة بتاعته ويطلع برا، وانتي خليكي في بيتك وعيالك في قلب البيت. تمام. وانتي اللي المفروض تكوني بقى زوجة، تحافظي على البيت وتحافظي على حياتك، واعرفي بقى رجعي جوزك ليكي تاني. اذا كنتي انت حابة تكملي، مو حابة تكملي، خلاص
خليكي ربي عيالك وهو يصرف على عياله، واقعدي في البيت معززة مكرمة، لأنه هيلف يلف ويرجع لك تاني. وزي ما عمل معاها هيعمل معاكي، ويعمل مع غيرها ويعمل مع غيرها، وهيرجع لك، ما تقلقيش، جوزك هيرجع لك.